يا صباح الفل عليكم. هنعمل مع بعض النهاردة الجمال اللي انتوا شايفينه ده ببيضة واحدة بس بمكونات سهلة جدا جدا. ترند بلبن كيكة الهبة هنعمله مع بعض بطريقة سهلة وبسيطة والطعم خيالي. جربيه ومش هتبطلي تعمليه. اوعدك ان انتي مش هتشتريه من بلبن تاني اصلا. يلا بينا بقى نشوف الجمال ده كله زي ما انتوا شايفين ده هنعمله ازاي بالمكونات السهلة اللي عندنا. مكوناتنا النهاردة عبارة عن كوباية من المية، عليها نص كوباية الا ربع من الزيت، وهنا الزيت بتاعنا زيت نباتي ملوش اي ريحة. معانا نص كوباية من الكاكاو الغير محلى او الكاكاو الخام الاسباني. معايا كمان بيكنج باودر وبيكنج صودا معلقة صغيرة ومعلقة صغيرة، ومعايا معلقتين من قهوة سريعة الذوبان اللي هي النسكافيه، ومعايا كوباية ونص من الدقيق، ومعايا بيضة بدرجة حرارة المطبخ، ومعايا كمان كوباية ونص من السكر ناعم حبيبات، ومعايا فانيليا. او لو مش متوفر فانيليا عندك يفضل تستخدمي معلقة خل، بتدي نتيجة حلوة وهشاشة للكيك. انا بصراحة ما كانش عندي خل فاستخدمت الفانيليا. في البولة بتاعتي هبدأ اضيف السكر. طبعا تقدري تستخدمي في الوصفة دي الخلاط، مفيش اي مشكلة. انا حبيت استخدم المضرب الكهربائي عادي، بس انت ممكن تستخدمي شفشق الخلاط بتاعك عادي جدا. هنحط البيض على السكر، وطبعا في الحركة دي بدل الفانيليا زي ما قلت لك بنبدل بمعلقة خل. وهنبدأ نشغل المضرب بتاعنا وهنضرب لحد ما القوام بتاعنا يفتح ويبقى كريمي والسكر يدوب مع البيضة بالشكل ده. تمام. هوقف بقى وهبدأ اضيف خطوة اختيارية. طبعا احنا يفضل ان انتي بتضيفي، طبعا بتنخلي الدقيق على الكاكاو وعليهم البيكنج باودر والبيكنج صودا، بس انا بحب اعمل الحركة دي. ممكن انتي تستغني عنها وتحطيها مع الدقيق عادي مفيش مشكلة. حطيت البيكنج باودر والبيكنج صودا واديتهم ضربة صغنونة كده. هجيب بقى المصفى السلك بتاعتي، المنخل بتاعي، اي حاجة اللي احنا بننخل بيها عشان لازم ننخل الدقيق كويس جدا مع الكاكاو. حطيت الكوباية ونص بتوعي من الدقيق ونص كوباية الكاكاو، وهبدأ انخلهم بالشكل ده على الخليط. تقدري تنخليهم بره وترجعي تستخدميهم مفيش اي مشكلة. عملنا بقى بالشكل ده ونخلنا الخليط بتاعنا. هبدأ بالراحة ابدأ اقلب الخليط بتاعي. طبعا لو انت ضربتي في الخلاط، انت بعد ما بتضربي الحاجات السايلة كلها بتوقفي وتحطي في بولة الحاجات السايلة. ضربنا وشايفين الخليط طبعا عامل زي خليط البراونيز او اتقل كمان. هنجيب بقى المية والزيت بتوعي وعليهم النسكافيه، وهنبدأ نسخن المكونات دي، المية بالزيت بالنسكافيه لدرجة الغليان. هحط عليهم بقى معلقتين من النسكافيه، ده طبعا بيعزز الطعم جدا جدا، بيخلي الكيكه بتاعتي كانها كيكه شوكولاته. هبدا بقى زي ما غلوا كده بالظبط، هبدا انزل بالراحه كده ما تقلقيش خالص. طبعا في الوقت ده انا مسخنه الفرن بتاعي على درجه حراره 180، وهبدا اضرب بالراحه لغايه لما الخليط يتجانس مع بعضه ويبدا يديني القوام اللي انت هتشوفيه دلوقتي ده. تمام كده، حلو قوي. تقدري تستخدمي بقى صينية مدورة براحتك، تقدري تستخدمي قالب اللي هو بتاع الألمونيوم بتاع طقم الصواني مفيش أي مشكلة. أنا استخدمت قالب اللي هو بعمل فيه الجاتو الصاج عادي. الصاج ده 25 في 35. هبدأ بقى أنزل بالخليط بتاعي كده وانزله واحطه في الفرن. طبعا انا زي ما قلت لك الفرن بتاعي بقى متسخن، وببدا بعصايه الشيش طاووق اعمل بس حركات دائريه كده علشان لو في اي فقاعات او في اي هواء يظبط كل واحده، يبقى الصاج بتاعي ميه واحده. تمام. هبدا ادخله بقى الفرن لحد لما يستوي. هياخد تقريبا لو في الصاج الرفيع ده هياخد حوالي ربع ساعه، لو في قالب الفرن هياخد اكتر طبعا شويه، هياخد حوالي 25 دقيقه تقريبا ل 30 دقيقه على حسب درجه الفرن بتاعك. طبعا انا قبل ما بطلعه بحط فيه عصايه الشيش طاووق كده، بلاقيها ما فيش اي حاجه. تمام، اسيبها تبرد تماما ونبدا بقى نحضر الحشو. عندي طبقه الحشو بتاعتي كنافه. هنا عندي كنافه متحمره، انا علبتها في سمنه عادي وحطيتها في الفرن اتحمصت بالشكل ده. تقدري تعمليها على البوتاجاز من فوق. وعندي بقى زبده الفستق، هنا انا مستخدمه كواليتي تارجت، طعمها حلو جدا. هحط حوالي نص كوبايه من زبده الفستق وعليها زيت نباتي، يعني ربع كوبايه وشويه كده على حسب القوام ما تشوفيه معاكي. هبدأ بالراحة اضيف الزيت بالتدريج واقلب علشان خاطر يتجانس مع بعضه زي ما انتوا شايفين كده. طبعا هسيبلك المكونات كلها في صندوق الوصف. تمام.
هبدأ انزل بزبدة الفستق بتاعي، شايفين قوامها حلو جدا ولونها تحفة بجد، طعمها حلو قوي. وهقلب بقى الخليط ده مع الكنافة لحد ما يختلط مع بعضه تماما. ودي اللي هي الطبقة اللي هتبقى فوق طبقة الكيك زي ما انتوا شايفين كده. طبعا ما بسيبش حاجة خالص، لازم بنزل كل حاجة وهقلبهم بقى كويس جدا جدا بالراحة كده. وكده خلاص انا قطعت الكيك بعد ما برد. انا بقى ممكن استخدمت في الاطباق الصغنونه دي كده، دي اطباق اكريليك بتتباع عند مستلزمات الحلواني. سبق وعملت فيها معاكم كذا صنف، سهل جدا. ودي اطباق عاديه جدا طبعا. تقدري تستخدمي الاطباق اللي هما بيستخدموها، تقدري تستخدمي اي حاجه موجوده عندك، مش شرط لازم ان انت تطلعي في نفس الشكل اللي هما بيطلعوا بيه. هاخد طبقه بقى من الكنافه كده وافردها على طبقه الفudge كيك. طبعا الفudge كيك عندي هنا هش جدا جدا. لو انت حاسه ان انت عايزه تسقيه مفيش مشكله، انا هنا ما سقيتش الكيك بتاعي لان فعلا الفudge هش جدا. لو كنت سقى كان هيبقى صعب جدا التعامل معاه، بس هو مش محتاج يتسقي. ممكن انتي تعمليه وتبقي الصينيه بتاعتك او الصاج بتاعك يبقى اعلى شويه، فتلاقي نفسك فعلا محتاجه ان انتي تسقي الكيك بتاعك. فخليط التسقيه بتاعنا بيبقى عباره عن معلقتين من الكاكاو المحلى عليه نص كوبايه ميه وبتقلبي، او معلقه نوتيلا او معلقه جناش وبرده بتقلبيه في ميه وتسقي بيه الكيك بتاعك بالشوكولاته. مش شرط تسقي بلبن خالص. تمام. زي ما انتوا شايفين كده بفرد طبقه حلوه قوي من الكنافه بزبده الفستق، بغطي بيها طبقه الفادج كيك بتاعتي بالطريقه دي. وهبدا ان انا اديها بقى كده تسكينه زي ما بيقولوا فوق سطح الكيك بالمعلقه بتاعتي بالسباتشولا، بالراحه خالص بتعامل معاها بالراحه زي ما انتوا شايفين اهو. هخلص كل الكميه بتاعتي واظبط كل طبقات الكنافه على كل طبقه الفادج كيك، ونرجع نشوف الخطوه اللي بعد كده. زي ما انتوا شايفين انا خلصت كده بالظبط. عندي بقى للوش في نوتيلا، بديل النوتيلا انا بستخدم برضو كواليتي تارجت، طعمها حلو جدا. خففتها بقى بالزيت عادي جدا. كل ربع كوبايه عليها ربع كوبايه. هبدأ بقى انا ده هعمله نص ونص. عندي صوص كندر، وعندي زي ما انتوا شايفين صوص النوتيلا. انا حطيت بقى كده يعتبر يعني الى حد ما نص الطبق بتاعي شوكولاتة نوتيلا، والنص التاني هحط فيه الكندر برضو بنفس الطريقة عادي. انا بسيح الصوصات بتاعتي كلها بالزيت، بفكها بالزيت مفيش اي مشكلة. شايفين بنفس الوقت كده هاخد برضو طبقة حلوة من الكندر كده واغطي بيها الطبق بتاعي. الطبق دوت يعني بجد ممكن يأكل افراد كتير. هي بتبقى بصراحة تحفة وتقيلة. بس انا عايزة اقولك اللي هما بيبيعوا الاصغر من ده بيبقى كب مدور كده ب100 جنيه. ده اللي هو الكبير بيعدي تقريبا ال200 جنيه او عامل 200 جنيه. فبجد انتي تعمليه في البيت هيبقى معاكي هيطلع لك كميه حلوه قوي قوي قوي. هاجي على الوش بقى، عندي زبده فستق بقى شويه سيحتهم كده وحطيتهم في كيس تزيين اللي هو المره واحده. هحط بقى نقط كده على الكندر من زبده الفستق. وهحط بقى ايه، عندي نوتيلا بيضه هحطها على زبدة بعتذر على النوتيلا الشوكليت. وهبدأ بقى امشي بالعصاية الشيش طاووق كده، اعمل خطوط بيها ادخل الكريمة في قلب بعضها او الزبدة في قلب بعضها. تقدري تحطي كندر بدل النوتيلا البيضاء لو مش متوفرة عندك، يعني يا تحطي كندر يا تحطي نوتيلا بيضاء لو متوفرة. بالنسبة للكندر بنحط لها فستق، وممكن برضو تروحي حاطة فستق مفيش اي مشكلة. زي ما انتوا شايفين اهو، زي ما قلت لك هعمل حركات بقى كده بخلة الشيش طاووق، وهبدأ اخدها كده داخل بعضها كده، بتدي شكل جمالي حلو زي القلب كده بالطريقة دي. وببدأ اخد بقى كده بين الحشوة دي والحشوة دي او التغطية دي والتغطية دي. باخد بقى كده بعصير الشيش طاووق وبدخلهم مع بعض، بتدي شكل جمالي حلو قوي قوي. عملناها بطريقة سهلة وبسيطة زي ما انتوا شايفين. هكمل بقية التزيين بقى برضو شوية بالكندر وشوية زي ما انتوا شايفين كده بالشوكليت. دي بقى انا عملتها كده بالوايت شوكليت او النوتيلا البيضة، بجد طعمها رهيب بجد. زي ما انتوا شايفين الكمية اللي طلعت لي طبقين كبار و5 صغيرين.
من بيضة واحدة وكوباية ونص من الدقيق. بجد شايفين الطبقات، طبقة الفudge كيك تحت وعليها طبقة الكنافة، وده كده الشكل النهائي للاطباق بتاعتنا النهاردة، كيكة الهبة. بجد ريحتها تحفة، وعملناها ببعض بطريقة سهلة جدا وبسيطة. وهندوق مع بعض بقى زي ما بقولكوا بس الجمال ده، وهنبدأ ندوق بقى الحاجات الحلوة دي. طبعا زي ما قلت لك لو انتي بتبيعي بقى تقدري تسعري بنفسك وتطلعي اوردرات في الاطباق الصغيره دي، طبعا هتبقى سعرها بسيط. في اطباق اكبر. شايفين بقى ترتيب الطبقات، انا بعد ما خلصت دي بالكندر شايفين الصوص فوق والكيكه فودجي فعلا بجد، والطعم خطير زي ما انتوا شايفين، طعمها حلو جدا جدا. تقدري لو عايزه تحطي اي صوص ما ترتبطيش بالصوصات اللي هم بيطلعوها، مفيش اي مشكله، اي صوص متوفر عندك او اي سبريد متوفر عندك تقدري تستخدميه على الوش. شايفين الجمال بجد، طعمها تحفه جدا جدا. انا عايزه اقولك يعني بجد جربيها ومش هتندمي ان انت جربتيها. ندوق بقى العشق بتاعي، بصراحه انا بحب النوتيلا البيضه قوي قوي. فقلت اما اعمل بقى، طبعا هما مش بيطلعوا بالنوتيلا البيضه بس انا بقى جربتها من عندي. بجد طعمها رهيب رهيب رهيب. يعني بجد ما كنتش متوقعه ان هي تطلع بالنوتيلا البيضه حلوه قوي كده. انا حطيت طبعا من فوق زبده فستق على النوتيلا البيضه، بتدي شكل حلو وبتدي كمان طعم حلو جدا. بجد طعمها رهيب جدا. دي حلقتي النهارده ليكوا بقى، كيكه الهبه ترند بلبن. لو عجبتك الحلقه بقى وعجبك الفيديو وحسيتي انت استفدتي النهارده، ما تنسيش تعملي لايك وشير للفيديو، وان شاء الله هسيب لك المكونات في صندوق الوصف. ولو كنتي لسه اول مره بتشوفي القناه اسمها بونيتا كيتشن وانا اسمي منى احمد. ما تنسيش تعملي لايك وشير، وكمان تشتركي في القناه وتفعلي زر الجرس عشان توصلك كل الوصفات الجديده. وانتظروني ان شاء الله في ترندات جايه كتير. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.